اهلا بيكم تاني. النهارده هنتكلم عن حاجه بتمر بيها كل الحوامل، التقليب في النوم، وازاي تلاقي وضعيه نوم مريحه ليكي وللبيبي. الموضوع بيبدو بسيط لكن ممكن يخلي الليل يعدي ببطء جدا. طب ازاي تقضي ليله نوم هاديه؟ اولا، ليه بنبقى متقلبين في النوم كتير؟ كبر حجم البطن وده بيخليكي محتاجه دعم زياده عشان تضمني راحتك. الم الحوض والم الظهر، الوزن الزياده بسبب ضغط على المفاصل وبسبب ضغط على الظهر، حرقان المعده خاصه لو نمت على ظهرك، كثرة التبول والضغط على المثانة بيخليكي مضطرة تقومي كتير. ايه وضعيات النوم المريحة والآمنة للنوم في الحمل؟ أول حاجة النوم على الجانب الأيسر، دي أفضل وضعية لكل حامل، بتساعد في تدفق الدم والغذاء للبيبي بشكل أحسن، بتقلل الضغط على ظهرك وأوردتك. لو حاسة بعدم راحة حطي وسادة بين الركبتين. النوم بميلان بسيط، لو مش عارفة تنامي على جنبك نامي بزاوية مايلة، استعيني بوسادات ورا ظهرك عشان تثبتي نفسك. ثالثا، ايه الوضعيات اللي نتجنبها؟ النوم على الظهر خاصة بعد الشهر الرابع، لأنه بيسبب ضغط على الأوردة الكبيرة في الجسم وبيقلل من تدفق الدم للبيبي. النوم على البطن واضح طبعا مش هتعرفي تعمليها حتى لو حاولتي. رابعا، ازاي تحسني نومك؟ استخدمي وسادات كتير، وسادة تحت البطن، وسادة بين ركبتك، وسادة ورا الظهر. المرتبة لو قاسية شوية بتساعدك وبتدعم ظهرك. خدي حمام دافي قبل ما تنامي، هادي هيساعدك ويرخي أعصابك. اشربي كوباية لبن دافي لكن قبل النوم بوقت كافي عشان ما تصحيش للحمام كتير. خامسا، نصيحة أخيرة، ما تضغطيش على نفسك، ولو صحيتي وانت على ظهرك غيري وضعيتك براحتك ونامي تاني. النوم الهادي اهم من الوضعيه المثاليه. استرخي واستمتعي بفتره الحمل. الخلاصه، الليله اللي بتكوني نمتيها كويسه هتصحي فيها مبسوطه ونشيطه. جربي الوضعيات المختلفه، استعيني بالوسادات وبلاش قلق، هتلاقي وضعيه المناسبه ليكي في وقت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه لكل الحوامل اللي ممكن تكون محتاجه تسمع الكلام ده، واكتبوا لنا في الكومنتات اي تريك استخدمتوها عشان تعرفوا تناموا كويس.